مقاول عنده 53 سنة، ابنه دخل عليه لقاه مقتول ولابس ملابسه اللي فوق ومن تحت مفيش ملابس خالص. ايه الحكاية وايه الموضوع؟ تعالوا نسمع الواقعة من الأول. والواقعة اللي بنتكلم عنها ديت حصلت امتى؟ في شهر أغسطس 2024، واتحكم على الست اللي عملت كده ديت هي وجوزها، اتحكم عليهم هما الاتنين بالإعدام في محكمة جنايات الزقازيق في شهر نوفمبر 2025. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو مقاول وعنده 53 سنة وقاعد في شقة، مقيم لوحده في شقة، لأنه هو سايب المحافظة اللي أسرته فيها وقاعد في مكان تاني خالص في مدينة العاشر من رمضان في الشرقية. ولكن للأسف هو كان على علاقة بواحدة كانت بتجيله كده، يعني علاقة في الحرام والعياذ بالله. إيه اللي حصل هنا؟ إن ابنه بيتصل بيه ما بيردش، كل ما يتصل بيه الموبايل مغلق. إيه الحكاية؟ خد بعضه وراح لأبوه علشان خاطر يطمن عليه. فلما وصل عند العمارة ما لقاش العربية تحت. قال ايه ده؟ هو ابويا فين؟ ابويا مش فوق ولا ايه؟ ولا في المكتب بتاعه. خد بعضه وطلع الشقة، بيحط المفتاح في الباب لان الولد معاه نسخة من مفاتيح. بيحط المفتاح في الباب ودخل لقى ابوه مقتول، مقتول ولابس ملابسه اللي فوق واللي تحت. لا طبعا كان منظر صعب جدا لابنه. على طول اتصل باهله واتصل بالاجهزه الامنيه، وجات الاجهزه الامنيه عشان خاطر تعرف ايه الموضوع والراجل ده مات ازاي ومين اللي موته كده. لغز طبعا. لغايه ما اتضح طبعا الاجهزه الامنيه بتحرياتها وتقنياتها الحديثه قدرت تعرف ان اللي عملت كده واحده ست هي وجوزها. الست ديت عندها 35 سنة وجوزها عنده 41 سنة. كانت على علاقة بالمقاول وكانت بتجيله وتقيم معاه العلاقة الحرام، وبالاتفاق مع جوزها، باتفاق مع جوزها ان هم يقتلوه. سهلت الموضوع لجوزها وطلع ودخلوا عليه الشقة وقتلوه الاتنين، وسرقوه، خدوا فلوسه وخدوا مفاتيح العربية وسرقوا العربية وخلعوا وجريوا، وافتكروا بقى خلاص ان محدش هيقدر يمسكهم. ولكن طبعا الأجهزة الأمنية قبضت عليهم واعترفوا بالواقعة بتاعتهم كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف بقى هنا، يعني هم آخرة المشي الحرام بتاعهم سرقة وكمان إيه؟ قتل. والراجل يا عيني اللي هو المقاول اللي مات على سوء خاتمة والعياذ بالله. الراجل كان معاه واحدة في الشقة، الواحدة ديت غدرت بيه وجايبة جوزها، وطبعا علشان خاطر يعملوا إيه؟ يفنشوه على الآخر ويخلصوا منه ويسرقوه. وده آخرة المشي في الحرام والعياذ بالله. احنا بنسأل ربنا دايما ونقول يا رب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. يعني الواحد هنا بيتمنى من ربنا ان هو يموت على كلمة لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. تخيل بقى لما الواحد والعياذ بالله يموت بالطريقة دي. لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم جدا، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.